أنا طول النهار بعمل فيديوهات وبتكلم عن الأفلام الأجنبية والمسلسلات، وعمري ما اتكلمت عن الأفلام المصرية. والناس بتسأل أنت ليه مش بتتكلم المكسيك عن الأفلام المصرية؟ بص، هي حاجتين إيه؟ 5 حاجات أقولها لك وهي بتحصل دلوقتي، وهي الفن، التمثيل، الإخراج، الرقابة، السكريبت، زي الزبالة. وصاحبي بيقول لي بلاش تتكلم عن الممثلين لان هم يمكن يقفلوا حسابي. المشكله ان انا مش خايف من حد، والسبب ان هم ما ينفعش نشوف حاجات مقرفه ونقول ده عادي وحريه شخصيه. واقول لك على حاجات بكرهها في السينما المصريه، وكمان اقارن على الافلام العظيمه الاجنبيه وكمان الافلام المصريه. فانت يلا يا باشا ركز معايا وجيب كوبايه الشاي اللي معاك ويلا نبدا. سمعنا خبر ان في افلام زي الخرا والناس بتشوفها عادي جدا، زي السلم والتعبان مثلا. الفيلم ده فيها مثل رائع جدا، وهي نشلح وننشهر. وانا انصح لكل شخص ان هو ما يشوفش الفيلم ده لان الفيلم ده سيء جدا. طب ليه الفيلم سيء يا مكسيكي مع ان الفاروق تي في اتكلم عنها؟ يا باشا الفاروق باعنا وخلاص اتكلم عن الفيلم وبيقول ان هي ذكية جدا بسبب البرنامج الزبالة اللي اسمها يانجو بلاي، وفي غيرهم باعونا بسبب المنصة الزبالة دي. والمشكلة ان الفيلم ليها لقطات زي القرف، اللقطات بنات قلعة ولقطات زي القرف، ويقولوا ايه؟ ايوه زي ما انت سمعت يا صاحبي. نيجي بقى نقارن فيلم زي فايت كلاب اللي كان فيها لقطات وحاجات زبالة واتشالت بسبب الرقابة. يعني تخيل يا عزيزي المتابع ان الرقابة الاجنبية احسن من المصرية 100 مرة. نيجي بقى اسماء جلال، ياه الله يقوي ايمانك يا اختاه يا فنانة، تخيل ان دي هي دي. ونيجي بقى نتكلم في المنطق شوية، وهي التوزيعات السينما. نتكلم حاجات كده مهمة، واللي هي نقول كده كمثال ان في 60 فيلم نزل، تمام؟ 50 وحش و9 حلو، والواحد هي اللي عظمة. تخيل بقى ان امريكا او اي دولة اجنبية بيعملوا عكس الكلام ده، بينزلوا 200 فيلم، 100 وحشة، 50 حلو، الباقي عظمة. تخيل كده يا عزيزي المتابع ان في فرق شاسع. بلاش ده يا عم. طب فين الرقابة يا جدعان؟ يعني انتوا شايفين ان فيلم سفاح التجمع لا لا وحش وفيها دم وإياع والكلام ده، لكن فيلم السلم والتعبان لا واو عظمة، برافو بجد، برافو 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 يعني. انتوا هطل يا جدعان. طب بلاش ده يا عم برضه، يعني بلاش نتكلم عن الإخراج مثلا شوية. المعروف ان المخرجين يبقى عندهم لوحة فنية، عايزين لقطة يبقى مختلفة ويكون المخرج فاهم هو بيعمل ايه. لا المخرجين دلوقتي ايه؟ اي بتنجان يلا نعمل اي حاجة ونجيب الممثل واللقطة ويلا فركش يا جماعة واحنا نجحنا ايه فين الفن؟ ونيجي بقى الممثلين اللي ملهمش لازمة، علي ربيع، ويزو، ممثلين ملهمش لازمة وبينجحوا ازاي والله ما انا عارف. ونيجي بقى السكريبت بتاعت المسلسلات الرمضان، يبقى فيه شخص بلطجي يحب اصحابه وناسه وبقى بلطجي علشان الدنيا، والكلام ده مش مفهوم، والبطل بيموت في الاخر وبيعيش وهو فرحان. طب يا جدعان قولوا هو فين الابتكار؟ ده احلى مسلسل لغاية دلوقتي وهي عين السحرية. واصلا مفيش ابتكار لاي فيلم ولا مسلسل. اصلا الفيلم الجديد بتاعت محمد سعد شبه فيلم كده في دماغي بس بلاش اقول اسمه، اللي شبه اصلا فيه فرق، يعني ان هو فيلم مصري وهي كوميدي والتاني هي درامي وحزين، ويستغربوا ليه الفيلم بتاعهم بيفشل، ويستغربوا كمان احنا ليه بنحب الافلام الاجنبية اكتر من الافلام المصرية. بس نتكلم بالمنطق شوية ونقول حاجات يمكن يرجع لنا الشغف، وهي ان اعظم فيلم في العالم وهي فيل الازرق والفيلم كيرة والجن. بس حرفيا دول اعظم فيلم بالنسبة لي. واصلا المخرجين والممثلين بيعملوا اي عمل علشان الفلوس وبس كده. المعلومة لو قلت اني اسف واني احترمت الممثلين والكلام ده يبقى انا عملت كده اجباري علشان حسابي ما يتقفلش. وبس كده، اعمل لايك وفولو وبيس.